سعدون بالتنس المفتوحة للمتقدمين والمصنفين والتي استمرت 3 أيام. مع بزوغ فجر بطولة اللاعب الدولي حسن سعدون المفتوحة بلعبة التنس، ازدادت معها الجمالية والتنافس المثير بين اللاعبين المصنفين والمتقدمين، ما أعطى هذا التجمع نجاحا مميزا خلال أيامه ال3 بعد أن خطط وأشرف على تنفيذ البطولة حكام اللعبة. ارتئينا كلجنة حكام أنه ندعم بطولات التنس. سوينا بطولة خاصة بلجنة الحكام للمصنفين والمتقدمين. المشاركين جايين مو بس من بغداد، من نجف، من كربلاء، عندنا لاعب جاي من أربيل. دعم البطولة بصراحة شوية يعني مو دعم كلش قوي. الاتحاد العراقي المركزي مشكور وفر لنا الساحات. احنا إقامة مثل هكذا بطولات أو بالبداية تنشيط جميع اللاعبين ونخليهم دائما في محك أنه اللاعب حتى ما يظل قاعد، دائما يكون تمرين متواصل حتى يحس أنه اكو بطولات مستقبلية موجودة دائما. بالإضافة مثل هكذا بطولات يعني تعيد معلومات الحكم ويخلي الحكم دائما في تواجد في ساحة التنس. 42 لاعبا ومن مختلف محافظاتنا دخلوا دائرة التنافس التي جاءت في وقت مهم بالنسبة لهم، وهم يمنون النفس في أن تتكاثر هذه المسابقات دائما للاستفادة منها في تطوير أنفسهم ومعرفة درجة مستوياتهم تمهيدا للمشاركات الخارجية المقبلة. أتمنى مزيد من هذه البطولات حتى يتطور التنس العراقي. طبعا الاتحاد التنس له بطولتين بس بالسنة، فنشكر احنا الحكام لإقامة هكذا بطولات، ونتمنى الاتحادات الفرعية تقيم بطولات أكثر، لأنه البطولات تطور التنس بالعراق وبكل العالم. بطولات هي تطور التنس، التدريب وحده ما يفيد، لازم هيك بطولات عمود تصير فائدة للاعبين أكثر. مشاركتنا في هذه البطولة مشاركة رائعة كانت، حتى أعداد اللاعبين كانت مشاركة جيدة. استفادنا كثيرا من هذه البطولة، احتكينا بلاعبين المنتخب، احتكينا بلاعبين من محافظات كربلاء والنجف وكذلك المحافظات الشمالية. شيئا فشيئا أخذت البطولة تتضح فيها معالم الفائزين، ففي فئة المتقدمين تمكن الكربلائي محمد حميد من إحراز المركز الأول، وجاء ثانيا النجفي أمير عدنان، وكان بالمركز الثالث البغدادي مصطفى شاكر. أما في فئة المصنفين فقد تمكن أكرم مصطفى من إحراز المركز الأول ليأتي وصيفا له علي خيري، وحل بالمركز الثالث عادل مصطفى ليغلق كتاب هذه البطولة بفرحة جميع المشاركين. عائلة التنس تتخطى كل المعوقات التي تواجهها بمشوارها الرياضي من أجل إظهار وديمومة هذه اللعبة بكافة البطولات لتكون ذات مستوى يليق بمكانة التنس العراقي. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.